السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه، ويعم السلام والامان على بلدنا الحبيب، ويحفظنا من جميع الشرور ومن جميع الافات. من ضمن التحضيرات الرمضانيه اليوم غنشارك معكم طريقتي السهله المهله في العسل اللي كيجي رائع وناجح 100%، واخا تكون من اول مره غتعطلو. عندي هنايا في واحد الكوكوط غناخد 2 كيلو ديال السكر. الا عندكم السكر قالب عملوه، عندكم غير هاد السكر هذا عادي عملوه 2 عويدات ديال القرفه مع واحد الليمونه مقطعه شرائح حامضه، وتقدروا تعملوا حتى البرتقاله نتايا مقطعه شرائح. وهاد الليمونه نحيدوا لها العظومه ديالها الا كان فيها عظيمات نحيدوهم لها باش ما يطلقناش المراره في هاد العسل. المهم ركزوا على هاد النقطه هادي. وكنحتاجوا يطرو ديال الماء. هاد الكاس انا كيعبر لي 4 يطرو، عملت منه 4 الكيسان ديال الماء، يعني المجموع هو يطرو. في كل 2 كيلو ديال السكر كنعملو يطرو ديال الماء. صافي نعمل ديك الماء حتى يغطي له السكر كامل، ونزيد له واحد 4 كاس ديال الخل. لا، 4 كاس ديال المزهر، سمحوا لي. عفوا، 4 كاس ديال المزهر. صافي نحرك مزيان وتيذوب ليه ديك السكر، نخليه شي حاجه هيدا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه تيذوب ليه السكر. ومن بعد نغطيو عليه الكوكوط ونعملوه على عافيه شبه مهيله، يعني ما تكونش مجاهده وما تكونش عاوتاني ميته مهيله بزاف. وصافي نعملوه هنايا الصفاره في الكوكوط ديالنا، ونردوها. في الاول ممكن انكم تكونوا مجهدين البوطه، غير كتبدا شويه تطفر وانتم تنقصوا لديك الساعه العافيه، وتخليوها من 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه. صافي 40 دقيقه، خليوها 40 دقيقه وطفيو عليه وخليوها حتى تبرد. وكيكون هذا هو الشكل ديال العسل. شوفوا كيجي رائع. هنايا كان باقي عندي دافي شويش. هانتوما تشوفوا معايا ملي برد كيفاش عطى واحد التعليكه، جا واعر ناجح كيف كنقول لكم. راه سالمه بلا ما تحمقوا راسكم معاه. وشوفوا ديك الليمونات كيف صلحوا لنا كيف يجوا كيتحمروا، كيجيو معسلين. هذوك الليمونات تقدروا تاكلوهم هيدا، ولا تعملوا بهم شي حلوى. راه كيعملوا بهم بزاف الناس الحلويات، وكيعملوا بهم شي اطباق ما عرفتش ديالها الصراحه. صافي كنحيدو ديك العويدات وكنحيدو ديك الليمون، وكنصفي. تقدروا تصفيوها تقدروا ما تصفيوهاش، انا خليتها غير هكاك حيت غير ديك الليمونه وديك الشيء. وشوفوا القوام ديالها صلح بي كيفاش كيجي. راه هاد العسل هذا تعتمدوه في الوصفات الرمضانيه بالريوات الشباكيه، جميع المعسلات. تقدروا هيدا تاكلوه مع الرغيفه، كيجي مع الرغيفه كيجي مزيان. ودهنوه كبشي رغيفه. ديك المذاق ديال الزهر جا رائع صراحه، جا واعر. صافي انتما كيف كتشوفوا معايا الطريقه ديالي د العسل راه ناجحه 100%. وكيف قلت لكم انايا ملي برد، شوفوا ملي برد كيفاش رجع واعر وكيشبر في الشباكيه وكيجي ما نقول لكم شي. كيكون هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. كيفاش جاكم؟ اعطيوني رايكم في طريقتي ديال العسل. تنتمنى نتوما تجربوها ان شاء الله وتعطيوني رايكم. راها مضمونه 100%. واي استفسار واي سؤال خليوها لي في كومونتير، انا نجاوبكم في البلاصه. وشكرا على التتبع ديالكم، الله يجازيكم بخير. ما تنساش الا وصلتي حتى لهنايا تخلي لي لايك الفيديو، تخلي لي تعليق كتشجيع وتحفيز لي. الله يجازيكم الف خير، وان شاء الله نتلاقاو مع وصفات رمضانيه. بسلامه.